المصري، ولكن ملك الدلتاوية قال له لا مش عايز. يعني انت يا مين عايز تيجي تقول لي ان الدلتاويه والصعايده اللي بيحاربوا بعض دول يبقوا شعب واحد وكده؟ لا، وبص بقى اللي عندك اعمله. لا، ده احنا الدلتاويه اللي هنيجي نحتل الصعيد ونضم الصعيد لاراضينا. فزي ما انتم شايفين الدلتاويه والصعايده ما كانش ما بينهم دبلوماسيه نهائي، وطول ما السنين بتمر القوه العسكريه والاقتصاديه للاتنين بتكبر، وعلى طول عشان ما بين الاقليمين مشاكل وصراعات، فلا بد من الحرب اللي هتنتهي بضم اقليم للتاني، ولازما ولا بد حرب التوحيد تحصل علشان يبقى فيه دوله قويه واحده مستقله. فطبعا زي ما انتم عارفين الملك مينا راجل صعيدي دماغه قفل، والدلتاوي عنادي ومش همه حد، فكلمه من هنا على كلمه من هنا. فالملك مينا نعرمر عمل جيش صعيدي قوي جدا بعتاد قوي جدا، وطلع بيهم على الفيوم والجيزه، وهناك كانت نقطه التلاقي مع الجيش الدلتاوي. الجيش الدلتاوي اللي حصن نفسه كويس جدا، وكان مستني جيش الصعايده في الحصون بتاعته ومجهزين لهم الكماين والفخاخ كويس قوي. فحصلت حرب التوحيد في الفيوم والجيزه، وانتهت بانتصار الجيش الصعيدي، وانهزم الجيش الدلتاوي واتقتل ملك الدلتا، وتم توحيد مصر، واصبحت اول دوله في التاريخ ليها عاصمه واحده، ملك واحد، حكومه واحده، شعب واحد. وتبدا اول اسره في تاريخ مصر باسم الملك مينا نعرمر. ودي كانت قصه توحيد مصر، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.